نتخلى على مبادئي وعلى اخلاقي غير باش تكونوا في الصوره. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ ثانك يو سيف. ايوا انا حضر دائما مختلفه عليكم، وما راح تصف تعملوا. حاولتوا 7 شهور و8 شهور انكم تعملوا تصفيه حسابات بيا، تصفيه حسابات لموسم اول وثاني وثالث، وحاولتوا تعملوا تصفيه حسابات بيا لموسم رابع وانا ما موجوده فيه وسكت. وراح تضلوا حياتكم كلها انتم تحاولوا تعملوا بيا تصفيه حسابات وتعملوا الفتن بيا، وانا ما راح اجاوبكم وما راح ادخل في فتنكم وما راح اخضع. تحبوا تسموني انا بنت الناس، بنت الجيران، بنت المحبين، بنت الناس الواعيه، بنت الناس اللي تحبني، كما تحبوا تسموني سموني. الحمد لله كل واحد فينا يعرف نفسه من وين جاي ومن اين اتى وشنو حامل على ظهره وشنو حامل في حياته وشنو حقق وشنو مازال يحقق. حنعطيكم واحد النقطه سر انتم ما تعرفوا عليا، لأول مرة حنبوح لكم بهذا السر. أول مرة حنبوح لكم بهذا السر. راكم تسمعوا فيا؟ حنعطيكم سر لأول مرة ما تعرفوش عليا. أنا لما قررت إني ندخل ونشارك في قسم ونصيب، أنا ما شاركت عشان أنا ما كان عندي شنو آكل وشنو أشرب، وما شاركت عشان أنا كنت رايحة عشان تكون راس مالي هي الشهرة وهي الفانز المريض، أبدا. أنا شاركت، هذا السر قسما بالله ما تعرفوا، أنا شاركت كنت مأمنة مستقبلي ورايا. 6 سنين اشتغلت من حياتي، أمنت مستقبلي وسويت لي حاضري وسويت لنفسي المستقبل متاعي. وكان عندي حسابي البنكي، وفي بعض الناس شافوا حسابي البنكي، لا داعي لذكر الاسماء، كانوا عارفين شنو انا المبلغ اللي كان بحسابي البنكي. فانا يوم شاركت بالبرنامج ما كنت انسانه فارغه، ما متكله على حياتي وما عندي شيء اعتمد عليه. انا شاركت واني انا مأسسه نفسي، يعني ما شاركتش انه انا طامعه في انتو فانز كيما يقول لها كفانز ما نحبش نشتغل الشغل هذا. فعشان تصير انت تفتح فمك او تفتحي فمك وتقول انه انا ما نشتغلش في الاعلانات احب اقول لك بس انه انا مستقبلي موجود وحياتي موجوده. وانا لما مشيت قسم ونصيب كنت حاطه في هذيك قسم ونصيب قسما بالله كنت حاطاها خطوه يا بتصيب يا بتخيب. يعني انا ما نقدرش نروح على خطوه مانيش متاكده منها ونغامر ونبطل شغلي وما ناسسش حياتي ونروح على هيك خطوه، لانه انا عارفه هذيك الخطوه اللي رحت عليها راح تغير لي حياتي 380 درجه وراح تغنيني على كتير اشياء انا كانوا عندي. فكون على يقين عزيزي انه انا من رحت للبرنامج ما رحت فارغه الايادي، اللهم لك الحمد. كنت ضامنه مستقبلي وعندي اشياء في حال لا سمح الله ما زبط معايا البرنامج وما انشهرت. ثانك يو اسحاق العزيز. ولانه مثلا انا ما انشهرتش قلت مثلا انا يمكن ما ننشهرش لاني ما كنت متفرجه السيزونات من قبل، قلت عادي انا ما راح اغامر، لازم اروح وانا مجهزه كل اموري. يعني خلاص انا حتى اذا ما صاب البرنامج اطلع برا الاقي شيء عندي اعتمد عليه. والحمد لله صار العكس، بس انا انسانه نحب نحسب خطواتي. فالمغزى من هذا الموضوع عزيزي المشاهد اللي تعمل لي تصاميم الفتنه والمرض والسب والشتم
وتفكرني انا طامعه في البرنامج باش يعيشني، راه انا عايشه حياتي، وفي جزء من حياتي انا ما عارضه على السوشيال ميديا اللي عايشاه، راه انا مامنه ماضيه وحاضري ومستقبلي. فغير عيش حياتك انت احسن لك، ودبر بشنو تفليكسي وبشنو، ونهار تصير كيما قال له هذاك المعمعه طلع خرج انت وحارب في بلاصتنا. وانا هاد الهضره والله شوفوا اليوم ما كنتش حنتشجع ونهضر، لكن حكيت انا واسحاق، واسحاق قال لي واحد 4 كلمات قسما بالله لك كان فيهم مع عقلي. يعني قبيله حكيت انا واسحاق عطاني واحد 4 كلمات خلاص خلاني نستوعب الامور بمنطق وبواقعيه، فهمتوني؟ ف شكرا لكل الناس اللي تحبني، شكرا للناس الوافيه، وميرسي خويا العزيز اسحاق، الله ينصرك دائما، ان شاء الله نشوفك ديما ناجح ونشوفك في اعلى المراتب، عقبال ما نشوفك محقق كل شيء انت تحبه يا ربي، وربي يرزقك اضعاف ما تتمنى. وشكرا على الناس الحلوه اللي ديما معايا، الناس الجميله. والان حوريكم التيراميسو كيف جا، وانا ما دقت التيراميسو راح ندوقه مع بعض. دقيقه. يلا تيراميسو. ما تنسوش كما وصيتكم على الجوله تاع اسحاق، ياك راكم معانا فيها، راكم معانا ولا معاهم؟ راكم معانا ولا معاهم في الجوله؟ قولوا يا اخي راكم معانا، راكم معانا في الجوله، لازم نكونوا جاهزين. اي بوكس، اي غيمه عندكم، اي اي بوكس، اي غيمه، اي طياره، فروحه، ميرا، صابي، بيبه، كاع اللي يحبوني تكونوا معايا، حتى انا حندعم شويه. دعم بزاف، دعم بزاف. هيا شوفوا هذا التيراميسو اللي درته البارح معاكم. ناكل بالفرشيطه ولا بالمغرف؟ فيكم تقولوا لي لا ماشي فرشيطه. نو مازال ما دقتش، انا دقت تاع الكاس وما قدرتش نكمله. ها ندوق ولا ما ندوقش؟ ندوق ولا ما ندوقش؟ انني حشمانه ندوقه لانه تعبني وانا نعمل فيه، والله لاني حشمانه ندوقه. حشمانه ناكل منه، والله لا تعبني وانا ندير فيه البارح، تعبني بزاف، حشمت ناكل والله، غير حشمت على روحي. يلا صبروا نجيب ملعقه. بس انا حبيت نفتح معاكم ونشوفوا الشكل اللي هنا، الشكل اللي هنا. اصبروا نفتحها معاكم، اصبروا على رزقكم، اصبروا على رزقكم. هذا الاسبوع اسبوع الورود، ما شاء الله صاروا عندنا 4 بوكيتات ورد من امس لليوم، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زود وبارك يا رب يا رب. وديروا الحنة للمعزوز ديالنا، ديروا الحنة. حندير لكم هذه، ديروا له الحنة.
البازوزي ديالنا ديروا لحالنا. يلا نقرب باش تشوفوا. ما غنمشي شي حلو بحياتي. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا بسم الله. يلا بسم الله. يقولوا لحالنا. يلا. قلب. هذا قلب. هذا قلب. علاش قلب؟ قولوا. هذا قلب. ها؟ هذا مو قلب هي قلب هيك. قلب. يلا. ديروا
ايوا نجربها معاكم. انا حنحكي بصراحه، راح احكي بصراحه، انا راح احكي بصراحه. يعني اذا حلو حلو، اذا مو حلو بقول مو حلو. بس راح اجيب الملعقه. انا شوفوا، انا فاشله جدا بالديكوريشن تبعت الحلويات. حاولت اسوي قلب ما زبط. اوكي هكا تشوفوا. يلا واو 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 على هالشاشة. واو، تقول نتعامل مع بني مش مع حلو. قسما بالله عبالك نتعامل مع بناء، مع رمل مش مع حلو. ما عنديش هي الحنانة الأيادي، ما عندي هي حنانة الأيادي. كيف يصير عندي حنانة الأيادي بالطبخ؟ كيف ممكن يصير عندي؟ شنو اللي وقع؟ حنانة الأيادي بالأكل. كيف بس؟ كيف بس حدا منكم يخبرني كيف ممكن تصير عندي هي؟ بتعامل معاها كأني أتعامل مع طين، عبالك أتعامل مع صخر، عبالك أتعامل مع حجر، مع رمل، ما عبالك أتعامل مسكينة مع تيراميسو حساس. يلا حندوقه بسم الله. نو 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 نو. عادي أكذب ولا أقول حقيقة؟ أكذب زي ما يكذبوا في الإشهار، ولا أقول حقيقة؟ عادي أكذب؟ لا لا، تعرفوني أنا عندي المصداقية نمبر 1. بس الرينج لايت. نعم. الوصفة عند أستاذ جوزيف الصراحة، لأنك لو تسأليني على الوصفة ممكن ندخلك في حيط. لو صح، أنا أستاذ شاطر. وينك؟ اطلع قاست جوزيف. شاطر رغم كل المعاناة اللي عانيتها واللي تعبتك فيها. بس كان واو. ما لقيتوش جوزيف. كان واو واو واو. المهم الوصفة ما نعرف الوصفة. أنا تسأليني على الوصفة، والله يا أختي ما نعرفش الوصفة بالضبط. أخاف أقول لك على الوصفة وأدخلك في حيط. أنا ما نعرفش الحلويات. الوصفة عطاها لي أستاذنا العزيز جوزيف.